بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، توقيتكم مشاهدي قنوات من ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية الجزائر، ديربي مغاربي في إطار قاري على مستوى دوري أبطال أفريقيا، حامل اللقب وداد كازابلانكا المغربي. الوداد المغربي يدخل لقاء اليوم بتشكيلة تضم حارس مرمى أحمد رضا التقناوتي، في الدفاع يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسن سولا وأيوب العملود، والصميداء الحسن. تاسع للفريق المغربي. الفريقان التقيا افريقيا في مناسبتين 91 في اطار هذه البطوله. يمر بفتره صعبه على المستوى المحلي، يحتل المركز ما قبل الاخير. هذا هو مهدي النفط اللي قال سنلعب بثقه من اجل تحقيق الانتصار. وداد اللي في الجوله الاولى امام فيتا كلوب مباراتها اجلت بسبب ارتباطها ومشاركتها في مونديال الانديه. كرة لصالح الاصفر الكناري، ترجع للوراء عن دفاعات شبيبة القبائل. جياسكا في ثمانينات القرن الماضي، الفريق اللي صنع الحدث على المستوى القاري، فاز بلقب هذه البطولة مرتين. لقب اول 81 على حساب فيتا كلوب الكونغولي بانتصار 4-0 1-0. جيل بالأحسن الملقب تشيبالو، جيل بحبوح لاربيس، مراد عمارة في المرمى، عبد السلام كمال والقائد ميلود عيبوت. سعيد توج باللقب الثاني على الفريق الزامبي كان بركلات الترشيح. جيل كان فيه صايب ومارادونا القبايل، حكيم مدان، كان حفاف الرحموني ومعاهم مفتاح. كورة لصالح الواك والجياسكا، الفريقان يلتقيان من جديد. الأندية البطلة 91 في الدور الثاني، وداد يقصي الجياسكا. انتصار الفريق الجزائري في الذهاب 1-0، في الإياب انتصار مغربي 3-0 بفضل موسانداو، سجل هدفين السنغالي وهدف عن طريق مجيد. جيل مجيد وموسانداو وفخر الدين في العام الثاني عام 92 تمكن من تحقيق اللقب على حساب الهلال السوداني 0-0 بالسودان، والانتصار 2-0 في المغرب فردوت والداودي. كرة في منطقة الجياسكا، ترجع من قتال، يستعيد فريق الوداد. وداد اللي يعاني على المستوى الهجومي، اخر 8 مباريات سجل 4 اهداف. القادر الفريق المغربي ان يظهر بشكل افضل هجوميا من دون بن عياد المصاب الجزائري. ايضا لا يزال غير جاهز المترجي. كرة الان عند الفريق المغربي، التمرير من الشعبي، ترجع كرة جزائرية للجياسكا، تعود للوك، التمرير الحسوني لامكيل للوراء، تمرير عند 14 عطية الله للوراء عند أرسن سولا الكونغولي، سولا الطلياني نجم إيطاليا، اللاعب السابق لنابولي تشيلسي، وعلى مستوى الأدب الروائي الفرنسي الشهير إيميل سولا والعباقرة والعظماء اللي دفنوا في مقبرة العظماء بفرنسا. هذا رقم 5 جبران، يرجع الساسي في تشكيلة الواك. الكرة ترجع للأصفر الجزائري، كرة وسط الميدان حول يد اللعب، كرة عند شريطية يمرر محاولة المرور التونسي يامر باستمرار اللعب، ولكن صافرة الصادق السلمي تعلن عن خطأ لصالح الفريق الجزائري. من التدخل شبيبة القبائل 2001 في ربع نهائي الكاف، يقصي الوداد بانتصارين 2-0 في المغرب 1-0 في الجزائر. جيل كواوي، سليمان راحو، سفور بالقايد بالحملات مع كمال موسى كان مدرب الفريق. هذه كرة جزائرية لبرا إلى ضربة مرمى، محاولة للجياسكا،
لشبيبة القبائل، شبيبة القبائل، اساطير وملاعبيه كبار خرجوا من هذا النادي. القبائل فركاني كان واحد من ابرز اللاعبين في ثمانينات القرن الماضي. ضربة مرمى امام الحارس احمد رضا التكناوكي حارس مرمى الوداد. التمرير عند 14 يحيى لاعب سابق لاولمبيك السفي. يحيى رجع كورة عند ارسن صالح لاعب سابق لمصاب الكونغولي. مرر عند امير فرحان. امير فرحان تبقى الكورة لصالح الفريق المغربي وداد الأمة. هنا الضغط محاولة ارتكاك الكورة ولكن حكم المباراة يحتسب خطأ لجلال الداودي. جلال الداودي والداودي ذكرني برشيد صاحب القدم اليسرى المميزة. رشيد مع الجيل الخالد اللي فاز بأول لقب قاري مع الوداد. فرتوت والداودي وموسى الداو وفخر الدين. هذا رقم 30 سيف الدين. سيف الدين والخطأ واضح من رقم 16 نوفل ولد حمو. كرة ترجع لصالح ممثل الكرة المغربية وداد كازابلانكا. الوقت